خليفة ضربة حرة مباشرة موجودة، كرة خطيرة، أوه جول لتونس. تونس تسجل من كرة ثابتة، صابر خليفة ارتقى عاليا ووضع الكرة في المرمى، وكان الهدف الأول، هدف المباراة الأول. صابر خليفة يعطي الفرح لمنتخب تونس ويرسم ابتسامة على محيا أسامة الطرابلسي. الكرة كانت مخادعة، مرت بهذه الصورة العالية، كانت من خالد القربي، والكرة ما لمسها في اعتقادي اطلاقا صابر خليفة، ولكنها خادعت نادر المياقري وكانت فيها الشباك، وكانت بالتالي قصة الهدف الأول لتونس في هذه البطولة. هي دي بقى مباراة الديربي، هي دي لقاءات الديربي. المغرب بيفعلوا كل شيء في كرة القدم، لكن لم يسجل الشماخ ولم يسجل حجي، فيأتي العقاب، والعقاب عقاب قوي جدا من يوسف المسكني. استغل التعب والإرهاق البدني نتيجة الضغط المغربي المتواصل، استغلال الأخطاء والهفوات. شوف أمامنا هنا التوفيق من المدرب، الدفع باللاعب يوسف المسكني اللي بيسجل أول أهدافه الدولية بمهارة الكبار، لاعب من اللاعبين الصغار. أمامنا هنا في هذه اللقطة شوف المرور الأول، وهنا أمامنا يمر من بدر القندوري، والتدخل الدفاعي المتأخر جدا من جانب اللاعب القنطاري، ومهدي بن عطية تلمس في قدمه وتتحول داخل الشباك عشان يسجل يوسف المسكني. أمامنا الهدف التونسي الرائع جدا في هذه اللحظات وفي هذا التوقيت. حقك تشرب، حقك يعني تسعد. أمامنا هو البديل اللي دخل مكان العلاجي يسجل أول أهدافه الدولية في 9 لقاءات مع المنتخب. لاعب كان انتقل، التوفيق غاب، الفرص ضاعت بالجملة، وادي أمامنا كرة في الشباك يطلعها أمامنا كريم حاجي، وما زالت الفرصة، ولكن هنا أمامنا الرأسية ومحاولة وهدف العودة، هدف العودة عن طريق اللاعب حسين خارجة. هل فيها تسلل؟ اللقطة الماضية على أحمد القنطاري، لكن أمامنا هنا بيسجل هدف تقليص النتيجة. حسين خارجة يسجل لمنتخب المغرب طبعا هدف العودة للقاء. الوقت المتبقي ما زال في المباراة بقية، ما زال في العمر بقية، طالما هناك إصرار وإنذار من نصيب اللاعب عمار الإشمال أمامنا في هذه اللقطة. شوف الإعادة مرة ثانية، شوف الإعادة، هل في تسلل؟ هل في تسلل؟ أو في تسلل؟ هذه أمامنا أحمد القنطاري، شوف أمامنا القنطاري، هي بقى المعيار لحظة لعب الكرة والمساعد تعدي منه، وأمامنا هنا القنطاري يريح كرة لحسين خارجة، وحسين خارجة أمامنا يضع الكرة، هدفه الدولي السابع. أمامنا هنا حسين خارجة يقلص النتيجة، تبقى 2-1 في لقاء